هنا صوت حزب النهضة الإريتري. هنا صوت حزب النهضة الإريتري. مستمعينا الأعزاء في كل مكان، أعضاء ومؤيدي حزب النهضة الإريتري أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من القسم العربي في إذاعة صوت حزب النهضة الإريتري، صوت النضال المستمر حتى تحقيق أهداف شعبنا في العدالة والديمقراطية، نهب بكل مواطن إريتري حر في داخل إريتريا أو خارجها أن يكون قلعة حصينة في التصدي والصمود، وصوتا مدويا بالحق في وجه عصابات النظام الدكتاتوري الإريتري الذي يعبث بمستقبل شعبنا وأرضنا. تتابعون أولى فقرات بثنا اليوم الاثنين 15 من إبريل 2019، النشرة الإخبارية، ثم تليها دائما فقرات من التقارير والتعليقات واللقاءات السياسية التي تسلط الضوء على مجريات الأحداث في داخل إريتريا وخارجها، وكذلك التطورات الداخلية لحزب النهضة الإريتري. وقتا طيبا وسعيدا نتمناه لكم مستمعينا الأعزاء أينما كنتم مع فقرات بث القسم العربي في إذاعة صوت حزب النهضة الإريتري. أما الآن ندعوكم لمتابعة نشرة الأخبار، وهذه عناوينها. الأمم المتحدة تحث إريتريا على توضيح مصير العشرات من المفقودين. منتج ومقدم برامج بالفضائية الإريترية في طريقه للانشقاق، ومدير الاستديوهات في حالة حرجة. قطر ترد على إريتريا وتسلم سفيرها مذكرة احتجاج على الهجوم الذي شنته بلاده مؤخرا. تحقيق أمني مكثف والمنع من السفر للسفير السابق لدى السعودية. كانت هذه عناوين النشرة، وتتابعون تفاصيلها عقب هذا الفاصل القصير من صوت حزب النهضة الإريتري. أهلا بكم مرة أخرى مستمعينا الكرام في صوت حزب النهضة الإريتري، وإليكم نشرة الأخبار. أعيد مدير عام الاستوديوهات في الفضائية الإريترية إلى منزله في انتظار الأجل المحتوم، لكون لا أمل في الشفاء حسب ما يتداول في أوساط إعلامية وحزبية إريترية بالعاصمة الإريترية أسمرة. وعلى صعيد ذي صلة بالإعلام، تأكد وصول أسرة معد برامج في الفضائية الإريترية للعاصمة المصرية القاهرة، بينما يتواجد المعد نفسه في عاصمة دولة مجاورة لأسمرة تمهيدا للحاق بأسرته وتقديم طلب اللجوء هناك. وأضاف موقع دوريس الإريتري المستقل إن مصادر إعلامية وحزبية بالعاصمة أسمرة أكدت خبر نقل المدير الفني للاستوديوهات الفضائية الإريترية لمنزله لفقدان الأمل في علاجه من مرض لم يتم التصريح به. الفني قبرو أبرهة هو واحد من المقربين لدوائر القرار بأسمرة، وقد لعب دورا حاسما في تعطيل بث بيان حركة فورتو في 21 من يناير 2013 حسب مصادر متطابقة. على صعيد ذات صلة، أكدت جهات إريتريا وصول أسرة منتج ومقدم برامج في القسم العربي بالفضائية الإريترية للقاهرة تمهيدا لتقديم طلب اللجوء والاستيطان في بلد ثالث، بينما يتواجد معيل الأسرة الزميل المنتج بعاصمة دولة مجاورة لأسمرة، علما بأن الإذاعي الشهير ومعد ومنتج البرامج ورئيس قسم التقنية الإذاعي الشهير أسملاش بغرفة العناية الفائقة بمستشفى متخصص في العمليات المعقدة بدولة مجاورة بعد إجراء عملية معقدة بالدماغ. وبهذا يفقد التلفزيون الإريتري 3 من أهم إطاراته الفنية والإدارية
والمنتجة. سلمت الخارجية القطرية سفير إريتريا لدى الدوحة علي إبراهيم أحمد مذكرة احتجاج على هجوم شنته بلاده مؤخرا على الإمارة، متهمة إياه بعرقلة جهود السلام بين إريتريا وإثيوبيا. وذكرت الوزارة في بيان صدر عنها في 4 أبريل 2019 إن وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري السيد سلطان بن سعد المريخي أجرى لقاء مع أحمد وسلمه مذكرة احتجاج على مضمون التصريح الصحفي لوزارة الإعلام بدولة إريتريا الصادر في 3 أبريل 2019، والذي تم فيه الزج باسم دولة قطر واتهامها بتمويل أعمال تخريب ضد إريتريا. وشددت الخارجية في البيان على أن قطر تستنكر هذا الاتهام وترفضه جملة وتفصيلا. وأوضح المريخي للسفير الإريتري حسب البيان أن سياسة دولة قطر تقوم على مرتكزات ثابتة، هي الاحترام المتبادل بين الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وإرساء أسس السلام والتعايش بين الدول والشعوب. وأضافت قناة RT الروسية إن الوزير القطري أكد حرص بلاده على أمن واستقرار منطقة القرن الإفريقي وعلى العلاقات التاريخية العميقة والممتدة مع الشعب الإريتري. واتهمت الحكومة الإريترية في 3 أبريل 2019 تركيا وقطر بالسعي إلى تخريب وعرقلة مسار السلام مع إثيوبيا وفي منطقة القرن الإفريقي. وقالت وزارة الإعلام الإريترية في بيان نشرته على موقعها الرسمي إن أعمال التخريب المتقطعة التي قامت بها الحكومة التركية تحت رعاية حزب العدالة والتنمية الحاكم ضد إريتريا معروفة جيدا وتستحق التفصيل. وأضافت الوزارة يتم تنفيذ هذه الأعمال غير المجدية من خلال دعم وتمويل من قطر. يذكر أن السفير الإريتري لدى دولة قطر قد أمضى أكثر من 20 عاما في الدوحة في ظاهرة ليست مألوفة في العلاقات بين الدول. يدعو خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة حكومة إريتريا إلى توضيح مصير العشرات من الأشخاص المختفين الذين ظل مكانهم مجهولا منذ عام 2001. إريتريا هي واحدة من 7 بلدان درستها لجنة حقوق الإنسان الأممية التي تراقب تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. لدى الخبراء المستقلين 18 للجنة حقوق الإنسان الكثير من المخاوف بشأن الوضع السائد في إريتريا. وتقول اللجنة إنها تلقت العديد من الادعاءات بعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والتعذيب وحالات الاختفاء وغيرها من الانتهاكات الخطيرة. كما يقول الخبير المستقل من جنوب أفريقيا كريستوف هانز إن اللجنة تناولت عدة حالات خاصة مع الوفد الإريتري على أمل الدخول في نقاش ملموس معهم. ويقول هانز إن إحدى هذه الحالات تتعلق بمكان وجود 18 صحفيا اعتقلوا في عام 2001، مضيفا إنه لا أحد يعرف ما إذا كانوا على قيد الحياة. وهناك قضية أخرى حازت على الاهتمام في نفس العام، وهي قضية 11 من كبار المسؤولين السابقين في حزب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة الحاكم في إريتريا المعتقلين بسبب أنهم كتبوا رسالة تنتقد الحكومة. لا أحد يعرف ماذا حدث لهم. لذلك أثرنا هذا الأمر مع الوفد الإريتري وسألناهم بعبارات كثيرة. طلبنا منهم إن كان هؤلاء الأشخاص ما زالوا على قيد الحياة، وقد طلبنا ذلك مرارا ولم يردوا على ذلك، وهو بالطبع أمر مقلق. وأضاف موقع فرجت الإريتري المستقل نقلا عن صوت أمريكا إن هانز أضاف بالقول إن حالات الاختفاء القسري في إريتريا مستمرة في السنة الماضية. كما يلاحظ أنه تم اعتقال وزير المالية السابق برهان أبرهي وزوجته الماز هبتي مريم. يقول هانز أن الحكومة الإريترية سئلت عما إذا كانوا أحياء، ومرة أخرى لم يكن هناك استجابة. وتعرب لجنة تقصي حقوق الإنسان في إريتريا الأممية عن قلقها أزاء الخدمة العسكرية الإجبارية في إريتريا التي مددت من 18 شهرا إلى أجل غير مسمى كوسيلة تتخذها الحكومة الإريترية
لاستدعاء الناس في خدمة لبقية حياتهم. كشفت مصادر في وزارة الخارجية الإريترية رفضت الإفصاح عن هويتها بالعاصمة الإريترية أسمرا إن جهاز الأمن الخارجي قد أجرى تحقيقا واسعا مع السفير الإريتري السابق لدى المملكة العربية السعودية محمد عمر محمود استغرقه عدة ساعات ولم تكشف تلك الجهات عن فهو التحقيق. وأضافت تلك المصادر الموثوقة لموقع دوليس الإريتري المستقل إن الجهات المختصة بوزارة الشؤون الخارجية الإريترية استدعت السفير محمد عمر محمود عقب التحقيق بعدة أيام وأبلغته بقرار من جهة عليا يقضي بالمنع من السفر خارج إريتريا وأخذ تصريح مسبق بالحركة داخل أقاليم البلاد. السفير محمد عمر محمود خدم في مكتب الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا لسنوات طويلة بالجمهورية العربية السورية وعدة مواقع أخرى قبل التحرير، كما سمي سفيرا بالمملكة العربية السعودية بعد الاستقلال حيث مكث هناك سنوات تجاوزت المدة المتعارف عليها. يذكر أن السفير الإريتري السابق لدى السعودية محمد عمر محمود كان لا يعلم بالزيارات الرسمية المعلنة والغير معلنة لرأس النظام الإريتري السياسة فورقة إلا من خلال وسائل الإعلام، الأمر الذي كان يضعه دائما في مواقف حرجة مع الجهات الرسمية السعودية والصحف الخليجية. بنهاية هذا الخبر مستمعينا الكرام نصل بكم إلى ختام نشرتنا قدمناها لكم من صوت حزب النهضة الإريتري. نجدد لكم التحية مستمعينا الأعزاء من القسم العربي في صوت حزب النهضة الإريتري. وفيما يلي تتابعون مقالا بعنوان تحركات سياسية جديدة في القرن الأفريقي بقلم محمد أبو الفضل. البحث عن تفاهمات جديدة لتحقيق الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي لم تتوقف، وتيرة التحركات السياسية على صعيد القرن الإفريقي طوال الأشهر الماضية بهدف تحجيم الصراعات والنزاعات في المنطقة وتمهيد الطريق لتوسيع أطر التعاون بين دولها. وحقق التوجه الجديد الذي يتبناه قادة إثيوبيا وإريتريا وكينيا والصومال وجنوب السودان وجيبوتي نتائج إيجابية شجعت على سد الكثير من الثغرات التي تأتي منها بعض التوترات، وقد استفادوا من الدعم السياسي والمادي الذي وفرته السعودية والإمارات في هذا المجال. يمضي قادة دول المنطقة في طريقين، أحدهما بذل جهود كبيرة لتصفية مشكلات تاريخية أراقت شرق إفريقيا برمتها، والآخر هو البناء على القواسم المشتركة لخلق شبكة متماسكة من المصالح كفيلة في المستقبل بمنع اللجوء إلى سلاح القوة العسكرية لحل الأزمات السياسية وغلق الباب في وجه من يوظفون القلاقل الموجودة في المنطقة لصالحهم، الأمر الذي أفضى إلى ظهور موجة من الإرهاب أخلت بكثير من التوازنات التقليدية وأيقظت بعض الحساسيات القديمة المقيتة وأشعلت صراعات حدودية كادت تنتهي من قارة إفريقيا. أصبحت القيادة الإثيوبية ممثلة في أبي أحمد رئيس الوزراء عنصرا مشتركا في غالبية التحركات الإقليمية الجارية، حيث يتبنى الرجل رؤية تعاونية متقدمة ويريد تعميمها بين دول المنطقة كمدخل للمصالحة والأمن والاستقرار والمشروعات الواعدة، ولديه رؤية تنموية شاملة قادرة على أن تخرج بلاده والدول المجاورة من حزام الفقر الممتد ويطوي الجميع صفحاتهم القديمة والدخول في مرحلة تعتمد التفاهمات كوسيلة لتقديم حلول مبدعة. وتؤكد زيارة محمد عبد الله فرماجو رئيس الصومال لأديس أبابا هذا المنحى، فالزيارة هدفها بحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك في إطار مبادرة أبي أحمد للسلام والأمن الإقليميين والتكامل الاقتصادي في منطقة القرن الإفريقي. وعقد أبي وسلفاكير مرياديت رئيس جنوب السودان وسياسة فورقي رئيس إريتريا قمة في جوبا،
اتفقوا فيها على القيام بإجراءات لتحقيق تكامل مشترك، وتكليف وزراء الخارجية في الدول الثلاثة تصميم مشروعات من شأنها الوصول إلى هذا الهدف، والعمل على دعم السلام في جنوب السودان بشتى الأدوات الممكنة، والتنسيق لتوحيد مواقف بلدانهم في القضايا الإقليمية. وتخشى أديس أبابا وحلفائها في المنطقة من حدوث انعكاسات سلبية على دول المنطقة في ظل تصاعد حدة التظاهرات والاحتجاجات في السودان، ويشعر هؤلاء بالقلق من التأثيرات السلبية لذلك على دولة جنوب السودان. وقد لعبت الخرطوم دورا مهما في تهيئة الأجواء أمام تمرير اتفاق السلام بين الحكومة والمعارضة. تريد إثيوبيا تحديدا الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الذي وصلت إليه دولة جنوب السودان، وتحصينها ضد الثورات الشعبية، وخوفا من استغلال القطاع المعارض والرافض لاتفاق السلام الموقع في 5 سبتمبر الماضي، التوترات الراهنة في السودان، ومحاولة نقلها إلى العاصمة جوبا وغيرها من مدن جنوب السودان، ما يرخي بظلال سلبية على دول الجوار. وتمثل قمة جوبا خطوة جيدة لطمأنة القيادة السياسية في جنوب السودان بأن دول الجوار حريصة على الاستقرار والتصرف بصورة عملية لتحسين الأوضاع الاقتصادية هناك، باعتبارها السبيل الوحيد لدحض حجج المعارضين فتقوية جبهة سلفاكير وتشجيعه على تنفيذ اتفاق السلام مسألة ملحة وضرورية، ويمكنها أن تساعد على وقف زحف السيناريوهات السلبية الراغبة في استمرار الصراعات، لأن وقفها نهائيا يضر بمصالح من تعايشوا عليها فترة طويلة. كان أبي أحمد قد وصل أسمرا في 3 مارس في جولة تزامنت مع زيارة نظيره الكيني أوهورو كينياتا لإريتريا، وناقش قادة الدول الثلاثة إريتريا وإثيوبيا وكينيا مجموعة من القضايا الإقليمية الحيوية لتطوير التعاون في المنطقة، ومحاولة تسوية الأزمات التي تقف حائلا أمام تطوير التعاون، وهي دلالة على رغبة حماية الهدوء الظاهر في المنطقة. وأعلنت الخارجية الكينية خروج الاجتماع الذي جمع كينياتا مع زعيمي إريتريا وإثيوبيا بتفاهمات جديدة نحو تحقيق الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، ما يدعم التوجه العام نحو تصفية المشكلات العالقة وفتح مجال رحب للتنسيق في الملفات المشتركة، وتمهيد الطريق لتدشين خطط طموحة تراود بعض قادة المنطقة للتعاون الإقليمي. واستضافت إثيوبيا في نوفمبر الماضي قمة ثلاثية جمعت أبي أحمد وفرماجو وأفورقي في سياق التحركات الرامية إلى زيادة ملامح التعاون في القرن الإفريقي بعد إنهاء الحرب الطويلة بين أديس أبابا وأسمرا، وإعلان السلام والصداقة بين البلدين في 9 يوليو الماضي. يعكس تتابع الزيارات حاجة ماسة لدى دول المنطقة إلى تكوين جبهة مشتركة قادرة على ضبط الحدود المشتركة ومنع أي انفلات أمني قد يقع عبر تسرب عناصر إرهابية من خلالها إلى الدول المجاورة، ووضع اللبنات الأساسية لشراكة تكاملية ناجحة، وتعظيم الفائدة لما تملكه كل دولة من مقومات اقتصادية آملا في تحقيق تنمية مستدامة. وتملك أديس أبابا خطة كبيرة للاستفادة من موانئ إريتريا على البحر الأحمر وجذب استثمارات مختلفة عبر تطويرها لكثير من المقومات الاقتصادية في المنطقة، والاستفادة من الثروات التي لفتت انتباه قوى دولية عديدة، وتقف بعض النزاعات حائلا أمام جني ثمارها. وقررت حكومة جنوب السودان إعادة إنتاج النفط المتوقف منذ اندلاع الحرب الأهلية في ديسمبر 2013 بحجم يصل إلى 350 ألف برميل، وسوف يزيد مع نهاية العام الجاري ليبلغ 400 ألف برميل، وهي إشارة اقتصادية بمعان سياسية تؤكد أن هناك تغييرات فعلا على الأرض، ويساهم المزيد
من التنسيق في تذليل العقبات، ولم يكن الإقدام على هذه الخطوة من دون توقيع اتفاق السلام في جنوب السودان، ولم يكن حتى التفكير فيها لو أن التقديرات القديمة لا تزال متحكمة في قرارات قادة المنطقة، فالخطوة تتجاوز دلالتها المباشرة وتدعم التوقعات التي ذهبت إلى أن ثمة إرادة إقليمية جديدة كفيلة باحتواء الصراعات، وهو اتجاه تؤيده قوى كثيرة في العالم. وإضاف توقيع اتفاق تحويل معبر أكوبو كمنفذ اقتصادي إقليمي يبعد عن جوبا نحو 500 كيلومتر إلى سلسلة من الخطوات الهادفة إلى تعزيز التعاون، فهو يربط بريا بين جنوب السودان وإثيوبيا، ويمكن أن يصبح نقطة التقاء لحل الكثير من المشكلات الناجمة عن تواتر النزاعات في دول المنطقة. يرى البعض من المراقبين أن استقرار الأوضاع في جنوب السودان وضخ المزيد من النفط يمكن أن يحول أكوبو إلى مركز لتصدير النفط إلى إثيوبيا وتوفير احتياجاتها من الوقود، وأصبح المعبر ملاذا للكثير من اللاجئين والنازحين عقب اندلاع الحرب الأهلية في جنوب السودان، ومع توقفها تصاعدت الحاجة إلى تسوية إقليمية لهذا النوع من المعسكرات الإنسانية التي تلقى تعاطفا من قوى دولية وتدعم أيضا خطوات التعاون، وتجد الطريقة التي تبناها إثيوبيا حاليا ترحيبا من جهات متعددة، وتريد إعادة هندسة القرن الإفريقي على أسس تنموية بما يقصي دولا مثل إيران وتركيا جنت مكاسب من الفوضى التي شاعت في عدد من دول المنطقة، ومدت بصرها إلى تعزيز وجودها عسكريا وإلى التفكير في تهديد الأمن على امتداد البحر الأحمر. مستمعينا الأعزاء في كل مكان، متابعي برامج صوت حزب النهضة الإريتري، بنهاية هذه الفقرة نصل وإياكم إلى ختام برامجنا التي عديناها لكم من إعلام حزب النهضة الإريتري لهذا اليوم. مستمعينا الأعزاء، إلى أن نلتقيكم في برنامجنا القادم، نترككم في رعاية الله وحفظه.